في حاجة محيرانة يا جدعان. الزمالك بعد ما ضمن بقائه في الدوري الممتاز، حاسس كده والله اعلم وان بعد الظن اسم ان بدأ يبيع المطوشة بتاعته. بيتعادل مع الاسيوطي 1-1، والنهارده بيخسر من مقاولين 2-1. تحس كده ان في حاجة، في ان انت بتلم فلوس، يعني قلت خلاص انا كده كده قاعد، مش هتفرق السادس من السابع من ال 13 مثلا، فانت قاعد فبتبيع المطوشة. ولا هي الفرق جامده عليك وانت بقيت هلهوله واي حد بيخبط فيك؟ انا رجح اللي انت بقيت هلهوله، انت طول عمرك هلهوله. فالحمد لله يعني الزمالك يفشل بالفوز على المقاولين في الدور الاول والدور الثاني. الدور الاول 1-1 والدور الثاني 2-1. والف مليون مبروك للمدير الفني الاهلاوي المحترم عماد النحاس. عايز اتكلم بس في نقطه الرمادي النهارده عملها. انتوا ما بتتعلموش؟ ما بتبصش ليه للزمالك وتاخده عبره ليك؟ ما بتبصش ليه للاسيوطي وتاخده عبره ليك؟ ما حدش ينفع يستفزنا. انت بتستفزنا وتقول للعيبه بتاعتك يلا انسحبوا واطلعوا بره. طب ما انت كده استفزت الجمهور في المدرج، سخنتوا على اللعيبه بتاعتنا، اللعيبه بتاعتنا سخنت وراحت رد عليكم مكان الهدف، والتاني بقى التالت والرابع. ليه بتستفزنا؟ احنا مش في دوري تالتة ابتدائي، مش كل شويه فرقه تعيط يا رجاله. يعني في ايه؟ انشافوا شويه. انتوا مفكرين نفسكم ابطال؟ مفكرين نفسكم منافسين؟ انتوا مفكرين نفسكم فرق؟ انتوا بالنسبه لنا مراكز شباب، احنا بنتسلى، احنا مش لاقيين راجل بشنبات يوقفنا في الملعب. فانت مش عارف تكسبني، استمتع يا اخي، ما تبقاش بجح. ما هي ضربه جزاء صحيحه 100%، ما فيهاش اي شك، فما تبقاش بجح. يعني انا مش عارف اقول لكم ايه، انا مش عارف اقول لكم ايه والله. بس يعني خلي عندكم دم وخشوا شويه. مش كل ما فريق يخسر ولا يدخل فيه جون من الاهلي يقول لك هنسحب. ويا ريت تنسحب، يا ريت بتطلع راجل وبتنسحب. لا، الزمالك بيقول لك هنسحب، عمل فيها راجل بشنبات، وتاني ماتش لعب عادي المؤجلات بتاعته. الاسيوطي هنسحب بالاستثمارات بتاعتي وما عملهاش وما نفذهاش عشان هلهوله. انت النهارده طلعت اللعيبه بتاعتك دقيقتين ثلاثه قلت هنسحب وهلهوله وما نفذتش. فانت طالما مش هتنفذه قدام النادي الاهلي، انزل استمتع يا اخي. يا اخي انزل استمتع زي غيرك، اخسر واطلع بهدوء يا اخي. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. باي من غير سلام.